قرار إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ جه في توقيت صعب جدا لجماهير النادي الأهلي، خاصة بعد يومين من إقالة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي. لكن هل تساءلت جماهير النادي الأهلي هل إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ ده كان صفقة او حاجه سياسيه او قرار سيادي او سياسي بسبب خاصه بعد اقاله مرتضى منصور؟ لكن اللي من داخل النادي الاهلي التسريبات ان اللجنه الفنيه في النادي الاهلي كانت سبب من اسباب اقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ، وده اللي اثار غضب جماهير كبيره جدا من النادي الاهلي برغم التحفظ على قرار تعيين كابتن خالد بيبو مكانه. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ من حق جماهير النادي الاهلي انها تعرف، ويطلع مسؤول من النادي الاهلي يوضح حقيقه اقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ، خاصه بعد ما شفنا على صفحات نادي الزمالك